مساء الخير. المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الزمالك مش عارف يعني إيه متحدث رسمي، يعني مش عارف الشغلانة دي يعني إيه. المتحدث الرسمي هو بيتكلم بلسان مجلس إدارة النادي، ما بيقولش رأيه. إنما متحدث الحديدة ده ماسك الحديدة وكل شوية يتكلم وكل شوية يقول وكل شوية يورط الناس ويورط النادي ويورط آه، ويعلق على مواضيع. دي مش شغلة متحدث رسمي، دي شغلة بقى إعلامي. في قناة الزمالك يعلق إعلامي، آه، يطلع في قناة خاصة يعلق. دي شغلة إعلامي، هو راجل إعلامي عنده لبس. يعني عيب جدا، عيب جدا ما يكون رجل إعلامي محترف مش عارف الفرق بين شغلة المتحدث الرسمي والإعلامي. دي حاجة ودي حاجة. حضرتك عايز تقول رأيك ما تشتغلش متحدث رسمي، لأن اللي أنت بتقوله من بقك هو يعتبر بيطلع من لسان مجلس الإدارة، يعني ده رأي مجلس الإدارة. فانت تطلع بقى تقول لك احنا بنتفاوض مع الناس وبندفع ده عشان ياخدوا الدية ومش ياخدوا الدية وبيتكلم كتير وكل حاجة بيتكلم فيها، ويطلع البرنامج قبل كده مش عارف يطلع يقول على كهربا مش عارف مين جمهور الزمالك هيعمل ايه وبتاع. دي مش شغلة متحدث رسمي. الراجل ده صعب جدا وغريب جدا. المتحدث الرسمي بيقول زي المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، بيطلع يقول قرارات مجلس الاداره، يسالوه يقول لهم دي قرارات، انا بقول القرارات، انما التعليقات دي شغله مجلس الاداره. اذا المتحدث الرسمي يا فندم ما بيطلعش يقول رايه، لانه رايه ده يعبر عن راي مجلس الاداره، ولو قال راي مجلس الاداره بيبقى بناء على تعليمات منهم. هو شغلته بس متحدث رسمي، لانه راجل بيعرف يتكلم فبيجيبوه يتكلم. انما بقى متحدث رسمي باسم مجلس اداره الزمالك بيطلع يقول رايه وهو اصلا ما بيعرفش يتكلم، دي كارثه. الراجل ده مشكله كبيره في نادي الزمالك برضه المتحدث الرسمي، لان هو عدى دور بقى المتحدث الرسمي وبقى ايه، ليه رأي وليه بتاع وبيتكلم وبيدافع وبيتكلم عن الناس. ودي مش شغلة متحدث رسمي بصراحة. او هم يقولوا لنا هل ده مثلا بيتكلم بناء على تفويض كامل مطلق من مجلس الإدارة، يقول اللي انت عايزه ما حدش، واحنا مفوضينك تتكلم باسمنا وتقول رأيك وتقول رأينا وعادي، يبقى هم يقولوا. انما لو بيقول رأيه الشخصي يبقى هو يسيب الشغلانة دي، يبقى هو ما ينفعهاش، لان هو ما ينفعش يقول رايه الشخصي حاليا او يعلق على مواقف حاليا، لان ده يعتبر راي مجلس الاداره. بس كده، شكرا ليكم.